أهلا بكم مشاهدينا إلى وجها لوجه على قناة فرانس 24. قرار مفاجئ لكنه يشي بتأزم غير مسبوق بين الإمارات والجزائر. تأزم في العلاقات بعد قرار الجزائر بإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية بين البلدين يوم السبت بدون الإشارة إلى أسباب واضحة، وهو ما ردت عليه الإمارات على لسان الهيئة العامة للطيران المدني بقولها بأن الإخطار الوارد من الجزائر بشأن إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي لن يكون له أي تأثير فوري على حركة الرحلات الجوية، لكن المؤشرات على تأزم العلاقات لم تتوقف هنا، حيث أضيف إليها تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار مع وسائل الإعلام الجزائرية تحدث فيها عن دولة أو دويلة كما أسماها وفق تعبيره علاقتها مع الجزائر غير جيدة بخلاف العلاقات مع الدول العربية الأخرى. فهل هي بوادر القطيعة بين الدولتين؟ هذا هو السؤال الرئيسي لوجه هذه الليلة. أستضيف فيها السيد رضوان بوهيد الأستاذ في العلاقات الدولية ينضم إلينا من الجزائر، وأستضيف فيه أيضا الدكتور والكاتب والمحلل السياسي الإماراتي السيد جاسم خلفان ينضم إلينا من الإمارات. مع السيد رضوان بوهيد على الأقل أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر، على أن ينضم إلينا ربما بعد قليل على الأقل عبر الصوت الدكتور جاسم خلفان عبر الهاتف ينضم إلينا. أرحب به أيضا إن كنت تسمعني سيد جاسم خلفان. مرحبا على أمل أن نستطيع حل هذا المشكل وأن تكون معنا عبر الصورة أيضا. سأبدأ معك سيد رضوان بوهيد، أسألك هذا القرار بداية الذي اتخذته أعلنته الجزائر، قرار اعتبر مفاجئا بإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة في 2013 بين أبو ظبي والجزائر العاصمة. قرار جاء مفاجئا، لماذا الآن؟ لماذا في هذا التوقيت بداية؟ ما السبب؟ بالفعل أولا أرحب بك وبضيفك الكريم. طبعا لما نتحدث عن هذا القرار الموصوف إعلاميا بالمفاجئ، أعتقد أنه ليس بتلك الهالة من المفاجأة إن صح التعبير، وذلك بالموازاة مع عدد تراكم الأزمات ما بين الجزائر والإمارات، حتى لو أنه ولا مسؤول جزائري بما فيهم رئيس الجمهورية ذكرها بالاسم ما عدا كلمة دويلة، وهذه الكلمة يعني تم ذكرها في السابق ووصفت في تقرير للتلفزيون العمومي قبل أسابيع قليلة. أعتقد أنه التراكم الأزمات والتدخلات التي تحاول الإمارات القيام بها في الشؤون الداخلية للجزائر وإقليميا في ملفات تهم الجزائر على غرار ليبيا، السودان، الساحل الإفريقي، كذلك عدد من الدول العربية وإن كانت بعيدة من طيب سنأتي إلى هذه التفاصيل لاحقا، هذه الاتهامات بالتدخل. لكن لماذا ربما يتم التعبير عن هذه الأزمة وترجمة هذه الأزمة عن طريق إلغاء اتفاقيات الطيران الجوي بين الدولتين؟ لماذا هذه الخطوة تحديدا؟ ما هي الرسالة التي أرادت الجزائر توجيهها؟ أنا أعتقد دعيني أشبهها بالبطاقة الصفراء الذي يخرجها الحكم قبل إصدار البطاقة الحمراء. أعتقد أنها تنبيه أخير لدولة الإمارات حتى على الأقل تراجع نفسها ولا تخسر ولا نخسر هذه العلاقة ما بين البلدين. في كل الأحوال يبقى بلد عربي، بلد مسلم إلى آخره، تربطنا علاقات قديمة مهما كانت هذه العلاقات متفاوتة، إلا أن الجزائر ربما أعطت الكثير من الفرص لكن وصلت إلى ربما القطرة التي أفاضت الكأس، وهي التدخلات في الشؤون الداخلية للجزائر. أعتقد أنه الأمر قد يبدو تقني بالنسبة لهذه الاتفاقية، لكن هي أكيد لا يمكن أن نقرأها بمعزل عن بعدها السياسي والجيوسياسي. يعني هي أكيد تعبير أو ترجمة للأزمة القائمة، هذا ما تؤكده السيد رضوان بوهيد. أكيد. نسأل الجانب الإماراتي كيف يقرأ هذا القرار؟ ما هي تداعياته؟ كيف يمكن أن ترد الإمارات أو لا ترد؟ لا ندري، على الأقل نسأل الدكتور جاسم
خلفان من الإمارات ومعي عبر الصوت. مع الأسف هناك مشكلة في الصورة. دكتور جاسم خلفان، بداية الرد الإماراتي جاء هادئا إن صح التعبير، عبر القول إن هذا القرار لن يغير شيئا من الرحلات الجوية بين الدولتين بين البلدين. كيف يمكن أن تصف أنت أو تقيم هذا القرار الجزائري وتداعياته على العلاقات بين الدولتين؟ أولا مساء الخير لحضرتك وطاقم الإعداد والضيف الكريم. الإمارات دائما متأنية هادئة، لا تعبث في الوقت الضائع أو لا تلعب في الوقت الضائع، هي تلعب على رؤوس الأشهاد، وكل ما يأتي من الدول سواء كانت عربية أم غير عربية لا ننظر لها كما ينظرون أو يقولون دويلة. نحن لسنا بدويلة، نحن دولة معترف بها في العالم ولها مكانتها ولها إمكانياتها وتقيم من أولى الدول بالنسبة للمقاييس العالمية. لكن إذا حصل خلاف بين الأشقاء فأعتقد أن الحل يأتي، لكنه عندما تحدث عن دويلة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دكتور جاسم خلفان لم يسمي الإمارات بالاسم، لم يشر إليها بالبنان. أصلا دائما السياق الحديث يدل على مضمونه. إذا نتكلم عن علاقات الجزائر والإمارات فالمقصود بها الإمارات. إذا هو يتكلم عن قطع العلاقات بما يخص الطيران هو يتكلم عن الإمارات. ليس بالضرورة أن نسمي بلد معين باسمه، ولكن ممكن أن نشير له بأي صفة. فالإشارة بالصفة لا تؤثر فينا بأي شيء. أي خلافات تحصل بين الدول قابل للتفاوض فيها وقابل للوصول إلى حلول وإرضاء الأطراف. لكن إذا اتخذت جهة معينة قرار سيادي بقطع العلاقات فلتتفضل تقطع العلاقات. الإمارات لا تتوقف على جهة معينة. الإمارات العالم يأتيها. طيب الإمارات مثلا لن تتأثر بهذا القرار إلغاء اتفاقية النقل الجوي بين الدولتين؟ شوفي، على المستوى الاقتصادي مثلا. سيدتي دائما نكون واقعيين. كل اتفاقيات فيها بنود واضحة وفيها شروط الانسحاب أو الخروج أو كل شيء يوضع في أثناء توقيع الاتفاقيات. فبنود المعاهدة هي اللي ستوضح على من تكون العقوبة أو ما هو المقابل أو كيف يتم التصرف. لأن المتحاورين في أثناء توقيع الاتفاقيات لا يتركون صغيرة ولا كبيرة، لا توضع على الطاولة ثم توضع في العقود والمواثيق ويتم المحاسبة من خلال هذه الاتفاقية فيما بين الدولتين. وإذا احتاج الوضع إلى اللجوء للجهات العليا من الأمم المتحدة أو المحكمة العدل الدولية فكل دولة متضررة يمكن أن تلجأ. يعني أنتم تلوحون بالتحكيم الدولي؟ إحنا قبل أن لا نلوح منفتحون على التفاوض، على التفاوض، على التوسط. أي يعني طيب. مشكلة لها حلول بسيطة ثم حلول معقدة. طيب جميل وجهة نظر واضحة. أعود إلى السيد رضوان بوهيدر. سيد رضوان، استمعت إلى الدكتور جاسم خلفان من الإمارات يقول أو يرد بطريقة هادئة، يقول بأن الإمارات منفتحة على التفاوض، يعني حتى مسألة دويلة لن تتوقف عندها. ألا ترى بأن الجزائر ربما كانت حادة في تعاملها مع الإمارات؟ لماذا هذه الحدة؟ ما مبرراتها؟ الأكيد أنه إذا عرف السبب بطل العجب. طبعا الجزائر لم ولن تتعدى على أي دولة كانت مهما كانت أو بلغت شدة التوترات، حتى لا نقول النزاع. هي توترات، هي ربما خلافات. لكن لما يتحدث ضيفك الكريم عن أو حول ما أسماه عفوا بالتفاوض، لا يمكن اليوم الحديث عن التفاوض ونحن لا نتحدث عن الوحدة الوطنية ولا نتحدث عن السيادة. القرار الجزائري قرار سيادي، تبعاته أعتقد أنه ليس بالقرار ارتجالي أو الاعتباطي، ولكن قرار أيضا محسوب. الجزائر دولة أعتقد كبيرة بما فيه الكفاية على المستوى الدولي والإقليمي، حتى
تتخذ هذا النوع من القرارات. لكن هناك علاقة تفضلت بالحديث عنها قبل قليل، هناك علاقة قديمة تجمع الدولتين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية. هناك جالية جزائرية مهمة تعيش في الإمارات وقد تقع ضحية لهذا القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية. هذا يبقى قرار انتقامي من طرف الإمارات في هذه الحالة. إذا لجأت للانتقام من الجالية الموجودة في الجزائر، هناك جالية أيضا موجودة في المغرب، هناك جالية موجودة في فرنسا، وهناك توترات وهناك قطع للعلاقات، والأمر أعتقد أنه عادي وتحكمه طيب قوانين دولية. ما هي الأحكام؟ نعم. ما هي المبررات؟ يعني هناك اتهامات تم الحديث عنها من قبل الجزائر، منها مثلا دعم حركات انفصالية من قبل الإمارات داخل الجزائر. ما هي المبررات الأخرى؟ ما هي المسوغات لهذا القرار أو لهذه الأزمة إن صح التعبير؟ شوف، خليني أعود إلى آخر تصريح لرئيس الجمهورية. أعتقد هو السلطة الأولى في البلاد، أتحدث عن الجزائر. هو قال صراحة أنه هذه الدولة حتى لو كما تفضلتما يعني لم يقم بتسميتها لا يعني حتى استخدام كلمة دويلة سيد رضوان بوهيدة، العفو عن المقاطعة، استخدام كلمة دويلة فيها إهانة. هي كلمة دويلة هو تذكير فقط للإخوة الإماراتيين بتاريخهم القصير مقارنة بتاريخ الجزائر. يعني هو تذكير فقط. أنا أعتقد ليس بالمفهوم الإهانة، ولكن هو تذكير لأنه كانت هناك تجاوزات. ولما يتحدث رئيس الجمهورية عن تدخلات في مسار انتخابات رئاسية ل 2019 ثم ل 2024، أكيد هذه دولة جزائرية لديها أجهزتها وتملك معلومات دقيقة. ما تخليش رئيس الجمهورية يتحدث من أجل الحديث، لا، أكيد هو يتحدث ولديه الأدلة ومن منطلقات معلومات دقيقة، وإلا لردت الإمارات بالطريقة المناسبة. يعني لماذا لا ترد الإمارات؟ هذا شيء نطرحه على الإخوة الإماراتيين. أين ردكم؟ لماذا لا تراجعوا هذه السياسات، هذه التدخلات، هذا الدعم للمرتزقة وباعتراف دول خليجية أخرى لا داعي لذكرها لأن الأمر يخصهم. لا يمكن الحديث مكانهم. لكن هناك إعلام يعني تدخلات في مسارات انتخابية في 2019 و2024، اتهامات أيضا بدعم حركات انفصالية. نتحدث هنا عن الماك داخل الجزائر، هذه الاتهامات موجودة خاصة إعلاميا وعن طريق المنصات الرقمية. هذه اتهاماتكم، هذه اتهامات الجزائرية. طيب نسأل الإماراتيين، هذا ما هو موجود. يعني حتى لو نشوف هناك طيب نسأل الإماراتيين، علاقة الإمارات الآن بالسودان، علاقة الإمارات باليمن إلى آخره. أعتقد أنه طيب نترك المجال للدكتور جاسم خلفان. من الدول نشوف نترك المجال للدكتور جاسم خلفان. أين هو المشكل؟ نعم، نترك المجال للدكتور جاسم خلفان. دكتور جاسم، لائحة الاتهامات طويلة نوعا ما من قبل الجزائر، تدخلات في مسارات انتخابية في 2019 و2024، اتهامات بالتدخل لدعم حركات انفصالية داخل الجزائر، هنا حديث عن حركة الماك القبائلية، أيضا اتهامات بزعزعة دول الجوار. كل هذه الاتهامات ربما تعتمد عليها الجزائر في قراراتها أو هذه التصرفات. هل هناك رد معين؟ لا، الرد بهدوء وبدون يعني الخروج عن المألوف. يعني طالما نحن دولة صغيرة فلماذا كل هذه الزوبعة الغريبة العجيبة؟ أو يعني تعيب الصغر في الحجم والمساحة أم في عدد السكان أم في سنة الاعتراف بها؟ هذه قضية لا تؤرق دولة الإمارات، لأن دولة الإمارات من وضعها في العالم دولة قوية وليست يعني كما يقال في المنتديات. ويكفي ضيفك الكريم أن قال يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أن نحن أصبحنا نعول على ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي، وكأن من يتكلمون في هذا المجال هم أساتذة في التاريخ والجغرافيا والسياسة وعلم الاقتصاد، كل العلوم. ما قصدك دكتور جاسم؟ هل تقصد بأنه الجزائر لا تملك أدلة؟ أنا أقول شوفي التقاضي نص مطروح ثم يعني بيان، البينة على من ادعى واليمين على ما انكر، هذا من اساسيات التقاضي. الان في المحاكم الدولية كل من يتهم فليأتي بالقرائن التي تثبت حقه. اما ان يخرج شخص ويتكلم ويسيء فنحن سفينتنا تمخر عباب البحر ولا تقف
ولا تنظر لمن. كل من يتهم الإمارات فليقدم ضدها شكوى في الجهات المختصة أو الجهات الدولية بأدلته وإثباتاته. طيب هناك مثلا أنا كصحفية قد يقول البعض من مثلي أو من المراقبين أنه مثلا في 2019 أثناء الانتخابات التي جرت الانتخابات الرئاسية خرج متظاهرون يقولون ملأوا الاستمارات في الإمارات في إشارة إلى دعم الإمارات لجهات معينة. الحديث كان عن القايد صالح تحديدا في هذه الانتخابات. هذه كانت مظاهرات خرجت في الشوارع الجزائرية تقول هذا الكلام. لما تقول هذا الكلام من الذي يستلم الإمارات ومن الاستمارات ومن الذي يعتمدها ومن الذي يدقق نتائج الإمارات ولا في داخل الجزائر؟ يعني العبث الذي يقال هذا، أنا لا أستطيع مهما كانت إمكانياتي المادية أن آتي بناس وسيطر عليهم وأخليهم يكتبون البيانات المطلوبة ووضعها في الصندوق. وين الرقابة المحلية؟ ما يجوز أن نتهم اتهام. معي حضرتك؟ ألو؟ نعم أسمعك دكتور جاسم. يعني الاتهام ما في أسهل منه، لكن الإثبات. إذا في لجنة تراقب عملية الانتخابات، طيب كل ما يوجد في الأوراق تطلع عليه اللجنة وتتأكد. أما أن تخرج مظاهرة، مظاهرات تخرج في كل مكان يدفع لها وتتكلم ضد وتتكلم مع. فنحن لا نستطيع أن نحصر ما يتكلم فيه كل من يتكلم في وسائل التواصل ويراد أن يثبت. نحن نقول بصريح العبارة ومن الجهات الرسمية نسمع هذا الكلام. من لديه حق علينا وهو ما لم يحصل حتى الآن. ليس هناك اتهامات صريحة بطريقة رسمية. كل ما تحدث عنه الرئيس تبون أمسي هو الحديث عن دويلة بدون تسمية الإمارات، تحدث عن عبث باللهجة الجزائرية العامية. قال راهم يزعبطوا، بمعنى ربما هم يعبثون أو يتدخلون بطريقة فيها عبث. سيد رضوان بوهيدل في الجزائر العاصمة، أعود إليك مجددا. ربما لسان حال دكتور جاسم خلفان الآن هو هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أين الأدلة؟ وربما نكرر ونشدد على أن الاتهامات لم تأتي صراحة من الرئيس تبون، هو يتم تداولها. الجزائر تتخذ قرارات ولا تقوم. لا أعتقد أنها تضيع الوقت في الاتهامات. فقط أصحح لضيفك الكريم من الإمارات الذي قال أنه يخرج شخص ويتحدث، يقول هذا ليس شخص، هذا رئيس جمهورية منتخب من طرف الشعب الجزائري. اتفقنا أو اختلفنا، هذا رئيس جمهورية أحد رموز الدولة، ولا نسميه بالشخص الذي يخرج ويتحدث. لما يتحدث أي رئيس الجزائري أو غيره كلامه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، ويجب أن نحترم الشخصية التي تحدثت. أنت قلت لم يسميها، أنت قلت لم يسمي الدولة بل قال دويلة. إذا من لم يسمي دولة الإمارات فلا ننظر له. هو قال لم يقل دولة الإمارات، قال دويلة. لا أنا ما أقبل على كمتابع، أنا كمتابع وكمواطن. تتهمني أنا ما أحترم رئيس الجزائر؟ لا، أنا أحترم كل إنسان ولم أسيء إلى فخامة رئيس الجزائر. لا لكن أنت طبعا أنت لا طيب حتى يكون الحوار مسموعا. سقطت منك. هو لم يسئ إلى الرئيس الجزائري. أنا لم أذكر. هو قال شخصا يخرج شخص. لا ربما كان يعلق عندما قلت له ربما خرج متظاهرون أو هناك من يعلق على وسائل التواصل الاجتماعي. وأقول يخرج شخص إماراتي ويقول عن الجزائر كذا وكذا. أعتقد أنه سيعتبرونها لا اختلفنا أو اتفقنا، هذا رمز من رموز الدولة الجزائرية، تحدث دستوريا وليس فقط شعبيا. ربما هو كان يعلق عن من خرج ربما في الشوارع في المظاهرات أو عن من خرج للتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع تحديدا. هو لم يقصد الرئيس الجزائري. لا هو تقال. طيب أنت وقفت عند هذه النقطة، مسألة الأدلة سيد رضوان بوهيدل، مسألة الأدلة. هذه نقطة واضحة. الأكيد أن الأدلة نبدأها إعلاميا ومن عبر المنصات. خليني أتحدث عن كمتابع كأستاذ جامعي فقط، وليس لست مسؤولا في الدولة الجزائرية حتى أتحدث باسم الموقف الجزائري والدبلوماسية الجزائرية. لكن ما نعلمه أن الكثير من المواقع الإلكترونية، أتحدث المواقع الإخبارية، المنصات الرقمية،
وكذلك حتى الإعلامية. بعض القنوات الإعلامية فسحت المجال لعدد ممن تسميهم بالمعارضين، لكن بالنسبة للجزائر ينتمون إلى حركات مصنفة إرهابيا. إذا هذه الدولة أو هذه القنوات الإعلامية الممولة بطريقة مباشرة حكومية أو غير حكومية، لكن معروف تمويلها من تلك الدولة، حتى لا أقول أنا أيضا دويلة، الأمر إذا بات معروفا. لماذا نفتح المجال لمن تعتبرهم الجزائر إرهابيين؟ كيف؟ إذا هذه الدولة أو الدويلة هنا أصبحت تدعم الإرهاب. يعني أنت تكرر مصطلح دويلة. طيب هناك من قد يقول من المراقبين سيد رضوان بوهيدر أن القرار الجزائري بالنهاية كل هذه المبررات التي تسوقها أو يتم أو تساق على مواقع التواصل الاجتماعي هي مبررات واهية، وأن لب الموضوع وأن بيت القصيد هو في سياسة المحاور فقط. لحظة سيد رضوان بوهيدر، من يقول هي مبررات واهية؟ هناك من قد يعتبر هذا، هناك من قد يعتبر كذلك، هناك معارضون يدفعون بوجهة النظر هذه، يقولون بأنها مبررات واهية، أن السبب الحقيقي وراء هذا الانفعال الجزائري طيب لحظة، دعني أطرح عليك وجهة النظر. يا سيدة دنيا لو سمحتي، كلمة معارضين قد نختلف عليها، لأنه مؤخرا عرض التلفزيون الفرنسي روبورتاجا ضد الجزائر وأظهر معارضين هم مطلوبون. طيب هذا موضوع آخر، يجب أن نتفق أن نحدث هذا موضوع آخر. طيب والأشخاص بدون الحديث عن معارضين، أتحدث عن وجهة نظر معينة، وجهة نظر أطرحها عليك، تقول بأن القرار الجزائري ليس مدفوعا بهذه المبررات التي تم الحديث عنها قبل قليل، إنما لب الموضوع هو مسألة لعبة المحاور، التقارب مثلا بين الإمارات والمغرب ودعم الإمارات للمغرب في قضية الصحراء الغربية مثلا. لا صحيح، هذا شيء مفروغ منه. يعني هذا السبب موجود. يعني لا هو اكيد انا ارى، انا كمتابع على الاقل ارى انه موجود، وان كان غير مباشر ولكنه موجود. لماذا؟ لانه القضيه موجوده على مستوى الامم المتحده، قضيه تقرير مصير، قضيه تصفيه استعمار. لا ادري لماذا الامارات تتدخل في هذا الشان وتلوح بفتح قنصليه في مناطق محتله بالنسبه للامم المتحده، مناطق متنازع عليها، ورغم انه لما تقول الامارات سافتح قنصليه في مدينه الداخله والعيون الى اخره، ولا توجد ولا جاليه 0% جاليه اماراتيه في تلك المنطقه، اعتقد انه نوع من انواع الاستفزاز، لانه الجزائر ليست طرفا في النزاع ولكن هي عضو مراقب، هي وموريتانيا عضوان مراقبان منصبان من طرف الامم المتحده. انا لا اتحدث فقط عن الموقف الجزائري. ليس خفيا دعم الجزائر لجبهة البوليساريو سيد رضوان بوهيدر، ليس خفيا دعم الجزائر للبوليساريو واستضافتها لقيادات البوليساريو. طيب اكيد نحن طيب بالنسبه هذه موجوده في الدستور، دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها. لا طيب جيد. ندعم اريد ان احيل هذه النقطه تحديدا على السيد، ندعم الفلسطينيين، هو نفس الشيء. أريد أن أحيل هذه النقطة على السيد جاسم خلفان، وسأختم معه في هذه النقطة، مسألة التدخلات. ربما هذه المسألة دكتور جاسم خلفان لا تأتي فقط عتابا من الجزائر، إنما عوتبت الإمارات بشأنها في عدة نقاط وفي عدة دول، حديث عن ليبيا، حديث عن السودان، حديث عن اليمن، والآن حديث عن الجزائر. وحتى الضيف عندما يتحدث عن النزاع في الصحراء الغربية يتحدث عن استعداد الإمارات لفتح قنصلية في هذه المنطقة المتنازع عليها وفق تعبيره. هذه التدخلات ربما هي التي تؤدي إلى هذه القرارات من قبل الجزائر تجاه الإمارات. دكتور جاسم، أنا أسمعك جيد، يعني تفضل. تسمعيني جيد؟ نعم نسمعك. أرجع بهدوء بس إلى ما ذكر في البداية، موضوع من تظاهروا في الجزائر. زين، التظاهر في الجزائر لسنا نحن سبب فيه، فلا ترمى علينا التهم بأن نحن تسببنا في تظاهرات في الجزائر أو أنهم تظاهروا بسبب تدخل الإمارات. طيب تجاوزنا هذه النقطة دكتور جاسم. نتجاوزها. بالنسبة لسياسات الإمارات، هناك عتب على الإمارات، فلنكن صريحين، يعني من عدة دول، حتى من دول الجوار، يعني هناك عتب على الإمارات. خلينا من دول الجوار ونترك الجمل بما حمل. كل من يتهم الإمارات ليس لديه دليل يقدمه إلى
محكمة العدل الدولية. ولكن لأن الإمارات خرجت ولله الحمد وتقدمت كثيرا ووصلت إلى أماكن عالية على مستوى الاقتصاد العالمي والسوق العالمي والتجارة العالمية، فالكل يتكلم ضد الإمارات، لكن ليس هناك من لديه دليل ويأخذ الدليل ويقدم شكوى في المحاكم المختصة. احنا دائما نسمع الاتهام ولكن لا نجد الأدلة ضدنا. أشكرك، مع الأسف وقت البرنامج انتهى. أشكرك دكتور جاسم خلفان، كنت أتمنى أن تكون معنا بالصوت والصورة. الدكتور محلل السياسي الإماراتي. أشكر على الجهة المقابلة الدكتور رضوان بوهيدل الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة الجزائر العاصمة. وأشكركم أيضا مشاهدينا على متابعة وجها لوجه.